السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبيب قلبي؟ من آخر وصفة كنا مع بعضينا، يا رب يكونوا جربتوها ويكون عجبتكم. النهاردة ان شاء الله فيديو حلو قوي، ان شاء الله هتستفادوا منه. وهو فيه كذا وصفة اكل، وده كان تحضير اكل المصيف. ممكن تاخدي منه فكرة، او ممكن طريقة من الطرق الاكلات دي تعمليها في يوم من الايام، يعني في البيت عندك بيبقى حلو قوي. هنا اول حاجه كنت بعمل شاورمه الفراخ، وانا الوصفات اللي انا عاملاها في الفيديو ديت لاكل المصيف انا عاملاها عشان احضرها اروح هناك اطلعها على طول، ما اعملش اي حاجه، يدوق بس احطها على النار وخلاص. وصفات برضو سهله وسريعه بتنفع برضو ايه المصايف، مش اكل يعني تقيل. تمام. هنا كان عندي صدور فراخ اللي هو البانيه، قطعته كده يا حبيب قلبي شرايح، وجبت كوبايه زبادي كبيره لان طبعا الكميه كبيره، فجبت كوبايه زبادي اللي هي كبيره قوي. وكان عندي هنا كيس توابل بانيه، مش بانيه، توابل شاورما. تمام، جاهزه، بتتباع جاهزه في السوبر ماركت او عند ايه عطار. وجبت هنا زي 3 ليمونات كده وعصرتهم عليها، وابتدي انزل بالشاورما اللي انا عملتها من صدور الفراخ، واغلفها بالخليط اللي انا عاملاه. ما بحطش ملح، ما بحطش اي حاجه، التوابل اللي انا جايباها فيها كل حاجه. طبعا ببقى غاسله طبعا البانيه كويس ونقعاه كويس وشايله منه اي دهون اي حاجه، واقطعه بالشكل اللي انتوا شايفينه. وكده دي كانت اول اكله للمصيف، كل سنه وانتم طيبين. وبحطها كده في الكيس السندوتشات بتاعي، واربطه واحطه في الفريزر على طول، ولما اروح هناك باذن الله ابقى اطلعه، احط عليه بقى طبعا فلفل الوان وطماطم وبصل وكده، بتبقى اكله حلوه للسندوتشات وعلى الشاطئ، او لو هياكلوها في البيت مع حبه مكرونه تمام قوي. تاني بقى حاجه، انا كنت هنا جايبه فراخ، هنا فراخ بلدي. انت عايزه تجيبيها فراخ بيضه تمام. فانا جبت الفراخ البلدي. الاولاد نفسهم ياكلوا محشي هناك دماغهم طالبه كده، فتمام خلاص مفيش مشكله. جبت طبعا وبنضفها كويس عشان برضو يعني ما اوجعش دماغي هناك، او اخد وقت هناك، او اضيع الوقت بتاع المصيف في الاكل. فبنضفها وهنقعها دلوقتي بالمنقوع المفضل عندي بتخلي الفراخ زي الفل وزي القشطه. زي الفل وزي القشطه، وبطلعها يا دوبك اديها شطفه خفيفه واسلقها على طول. هنا بقى المحلول اللي انا بعمل فيه طبعا ميه ودقيق وملح وليمون، بعصر ليمون وبحط قشر الليمون عليه. تمام، وبنقع الفراخ بتاعتي بسيبها كده زي ربع ساعه، وارجع اشطفها من تاني واصفيها، ولما تصفى كويس احطها برضو في اكياس واشيلها في الفريزر تبقى جاهزه. طبعا انت ممكن تعملي فراخ بيضه، وهنا ساعتها بقى تتبليها تتبيله حلوه برضو، وممكن تشويها عند اي حد بتاع فراخ في المنطقه او بتاع، بتديله حق الشوي برضو حلوه مع ايه، يعني الوصفه دي او دي بتبقى تمام. تمام يا حبيب قلبي. برضو في وصفتين تاني برضو حلوين ان شاء الله هتعجبكم في الفيديو دوت، تابعوا لاخر الفيديو. ولو انت اول مره تشوفي القناه يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس، ولو طبعا متابعيني وحبايبي ما ينسونيش بقى في اللايك وتعليق حلو يشجعني عشان اقدم لكم وصفات ان شاء الله وافكار حلوه كتير. طبعا بقى بشيل كده وبقسم التقسيمات بتاعتي وبحطها في الفريزر. ولازم تعملي الحاجات بتاعه التفريزات بتاعه المصيف دي قبلها بيومين 3، ما تاخدهاش في نفس اليوم، ما تبقاش متجمده قوي، فاهميني؟ لازم تبقى التجميده جامده. هنا بقى وصفتنا التالتة يا حبيب قلبي، او الفكره التالتة. هنا كان عندي كيلو لحمه، حطيت عليها زي ربع كيلو بصل كده يا حبيب قلبي. وكان عندي هنا كيس البهارات بتاع الحواوشي. هنا بقى حواوشي طبعا يعني اكله حلوه وسريعه وتنفع في المصايف برضو، وما تعبش نفسي هناك وابشر واعمل الكلام دوت، لا اعمل الخليط كده زي ما انتوا شايفينه. بصل يعني كيلو لحمه ربع كيلو بصل، عايزه تكتري البصل مفيش مشكله. وكيس التوابل بتاعه الحواوشي، وبديله كده عشان انا ما عنديش كبه،
فبديله الهاند بلندر كده ايه هرستين 3 كده عشان كله ايه يندمج معايا. وبشيله برضو في الكيس. انت بقى عايزه تقسميها على كيسين، عايزه تقسميها على كيس. احنا طبعا بسم الله ما شاء الله عشان احنا هنبقى كذا عيله مع بعض، يعني مش يعني انا واولادي مثلا واخواتي وكده، فبعمل كذا حاجه. ادي الوصفه الرابعه كفتة البرغل، وجميلة جدا، جربيها مش هتندمي. انا هنا كان عندي ربع كيلو برغل، انا جايباه من عند العطار، فلازم انقيه كويس وما بغسلهوش، بحط عليه ميه سخنه كده على طول، هو بينفش زي ما انتم شايفين كده. وكان عندي كيلو لحمه، وكان عندي بصلتين بشرتهم وبعصرهم جامد قوي، بنزل منهم الميه، ويبقى كده لحمه وبرغل وبصل. وكده كان عندي كيس اللي هو بتاع كفتة الحاتي التوابل، فبرضو دوبتهم في حبة مية كده صغيرين ونزلت عليهم. وبحط برضو معلقة بيكنج باودر كبيرة على كيلو اللحمة، برضو بمكسه كده بالهاند بلندر عشان يخش في قلب بعض ويعمل كده ايه زي خيوط. عشان بقى انتي ممكن تاخدي الوصفة دي يعني تطلعيها من الفريزر تفك، تعمليها بقى على النار من فوق او في الفرن، او انت لو عايزه تريحي كمان نفسك ونفسك اكتر توديها عند بتاع المشويات. بيبقى في المصايف حاجات بقى كتيره، يعني بتوع كبابجيه او بتوع المشويات والحاجات ديت، ف تنزلها له يشويها لك، مثلا تديله 20 جنيه على الكيلو ولا حاجه، وتمام بقى. وتعملي حبه سلطه، حبه رز بسمتي او رز خلطه او مكرونه اللي انت عايزاه بقى، وحابه عايزه تاكليه بعيش، دي حاجه ترجع لك. كده طبعا قسمتها على كيسين لان البرغل نفش معايا واداني كميه طبعا حلوه، وما بتحسيش بطعم البرغل خالص.